يا صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على أغلى وأجمل إخوات ومتابعين في الدنيا كلها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل على فيديو النهاردة. وكل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة، ينعاد عليكم الأيام بخير، اللهم آمين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة كل حبايب قلبي طيبين. النهاردة هنصور مع بعض عند الفراخ البيضة زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. احنا مصورين اخر مرة وفراخنا كان عمرها 25 يوم. تمام. النهاردة عمر الفراخ 39 يوم. تمام. الفراخ دي كانت جاية يوم 3 رمضان، بس انا ما بحسبش يوم 3. انا بعمل ايه؟ بحسب تاني يوم، لكن يوم ما بيجوا الفراخ انا ما بحسبش اليوم ده خالص. الفراخ دي جايه تالت يوم في رمضان، فالنهارده تقريبا كده عندها 29 يوم زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. والاوزان عايزه اقول لكم يعني صدمه ما شاء الله. الفراخ عندنا معديه ال2 كيلو على 30 يوم. يعني لو انت عايزه تبيعي المزرعه، عايزه اقول لك تطلعي من عمر 30 يوم او 29 يوم. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ليه؟ عشان احنا مراعيين الفراخ. طبعا الخلطات مع المشروبات اللي احنا بنعملها دي بتعلي الوزن، لكن ما تحط لهمش بقى اكل وميه وتقولي الفراخ بتاعتي ضعيفه. يعني انت ما بتعمليش خلطات على الاكل وما بتعمليش اعشاب للمشروب، وبتقولي في الاخر ان الاوزان عندك ضعيفه. طيب الاوزان عندك ضعيفه ليه؟ راعي الفراخ كل يوم كده، اعملي مشروبات للفراخ. عايزه اقولك المشروبات دي بترفع الوزن احسن من العلاج البيطري. في ناس معيشه الفراخ على الفيتامينات والحاجات البيطريه، لا، احنا كل يوم الصبح اهم حاجه عندنا وجبه الفطار. طيب الفطار بنعمل ايه هند؟ انا معايا هنا زي ما انتوا شايفين اهو، معايا بصلايه متوسطه، وعليها نص بنجرايه، وعليها ليمونيه كبيره كامله، و4 فصوص من الثوم. تمام. ضربتهم مع بعض في الكبه كويس، وزي ما انتوا شايفين كده خلطه. عايزه اقول لكم الخلطه دي بتعلي الوزن، بتعلي الوزن، بتفتح الشهيه بتاعت الفراخ، بتخلي الفرخه كده تاكل وتملأ الحصله بتاعتها، وفي نفس الوقت الفراخ ما تتعبش منك. تمام. لان انت رافعه المناعه، بترفع المناعه وبترفع الوزن. تمام. طيب انا الصبح بعمل لهم كل يوم الصبح بعمل لهم بنجر. النهارده بقى انا مغيره مشروب الصبح، لان انا مكتره بنجر على العلفة بتاعتهم، فقلت بقى النهاردة كده الصبح ايه، نشربهم مشروب تاني مختلف. اهم حاجة نوعي في المشروبات، واقسم بالله هتلاقي فراخك صحتها كويسة يومها بيومين، مفيش امراض مفيش تعب، هتلاقيها ما شاء الله. يعني وزنها هيسبق، يعني لو عندها 30 يوم هتلاقي الوزن سابق ال30 يوم. تمام. ليه بقى؟ عشان انتي بتعوليهم كويس. وبإذن الرحمن الفراخ دي هنوصلها على 40 يوم على 4 كيلو 3 كيلو ونص بإذن الرحمن إن شاء الله، بإذن الله. وكده كده احنا بنصور مع بعض، وكل مثلا 5 أيام أو 6 أيام أو 4 أيام بنزل لكم فيديو. احنا كنا كده كده بقى أيام، يعني في آخر رمضان كده كنت ايه، بصراحة ما كانش ليا نفس ان انا اصور. تمام. فانا صورت لكم اخر مرة قبل العيد بيومين تقريبا، بيومين او بيوم قبل العيد، فقلت النهاردة برضو ان أنا اصور وانزل معاكم فيديو. فده المشروب النهاردة معانا. بصوا انا هنا معايا نعناع اخضر، ضربته في الخلاط كويس. تمام. اهو مشروب النعناع الاخضر ده سحر، سحر بيفتح الشهية، رافع مناعة كويس جدا جدا ما شاء الله. انا هنا عاملة كمية كبيرة لان عندي فراخ بلدي وعندي بط، فبحط شوية للفراخ البيضة وبحط بقى لبقية الطيور اللي عندي. النعناع بيخلي طعم الفراخ مسكر، طعم لحم الفراخ مسكر زي ما انتوا شايفين كده. وش الفراخ البنجر عامل ايه؟ بصوا حوالين عين الفرخة كده بتلاقيه احمر.
ليه؟ عشان صحة الفراخ كويسة. تمام، عشان انتي متابعاهم كويس. لكن مش تحطي بقى اكل كده علف لوحده وتحطي الميه من غير اي حاجه وتقولي الفراخ عندي الاوزان ضايعه والاوزان. في واحده امبارح كاتبالي في التعليق، يعني انت شرفتيني ونورتيني طبعا، كاتبالي في التعليق ان الفراخ عندها لما بتكبر يعني الله اكبر بتموت. تمام. طيب انا هقولك اعملي ايه. انتي لازم من عمر 9 ايام، لازم اي حد بيربي فراخ بيضة بالذات الفراخ البيضة، من عمر 9 ايام لازم كل يوم تنزلي سقاية مضاد سموم 8 ساعات. فحضرتك بتقولي ان الفراخ لما بتكبر بتموت، اكيد في مشكلة عندك عند الفراخ. فشوفي المشكلة من ايه. لو بتنزلي مضاد سموم كل يوم 8 ساعات يبقى ده مش سموم، لان طبعا الموت المفاجئ ده معروف ان بيكون سموم في العلف. اهم حاجة يا حبايبي من عمر 9 ايام ننزل، ده لازم ان احنا ننزل كل يوم 8 ساعات مضاد سموم. طيب انا هندي مش عايز ننزل كل يوم، طيب يبقى يوم ويوم. يعني مثلا النهارده بالليل انا مش هحط مضاد سموم، يبقى بكره باذن الرحمن نزلي. مثلا انا بحط لهم 12 بالليل، نزلي لهم 12 ساعه مضاد سموم. يعني ممكن تعملي كده وممكن تعملي كده. انا هنا فراخي ماشياه على 8 ساعات كل يوم مضاد سموم، بحط 8 ساعات مضاد سموم. 6 ساعات بضرب كده النعناع ومعاه ليمون، بضربهم في الخلاط كويس وبصفيهم وبنزلهم في الميه، بحط لهم ليمون وعسل اسود، بعمل لهم سقاية بنجر. شكلي شكلي كده وغيري في المشروبات دي يا حبايب قلبي اللي بترفع الوزن، وبترفع الوزن كويس جدا. انا ان شاء الله من اول بكره انا هنا عندي فول، فانا هعمل ايه من اول بكره باذن الله، او ممكن احطه معاكم كمان النهارده عشان الناس اللي مش عارفه الفول اللي هو الحت ده. بس الراجل عطولي يعني فيه قشر، لكن في عند ناس فول بيتباع بيكون ابيض كده ومكسر، ده حلو، ما تجيبيش اللي فيه قشر. بس هو عندي هنا يعني فيه قشر بسيط مش قشر كتير. تمام. فهو ده اللي انا لقيته، عشان طبعا كنا ايام العيد كان جوزي جايبه تقريبا قبل الوقفه بيوم. فانا اول يوم النهارده اقسم بالله هنزله، انا لسه ما نزلتش فول خالص. بس في التربيات اللي فاتت انا كنت بنزل فول حته على العلف. تمام. بنزل من امتى؟ كنت بنزل من عمر 18 يوم. وعايزه اقول لكم ما شاء الله، يعني انا الاول جربت وقلت بعد كده هقول لكم. تمام. لكن ما ينفعش ان انا اجرب واقول لكم على التجربه من اولها، لا نجرب ونطلع تربيه الفراخ وتاني تربيه بقى نقول لكم على التجربه اللي انا جربتها. بصراحه ما شاء الله اللهم صل على النبي، الفول بيرفع الوزن وبيخلي الفرخه طعمها حلو. طعم الفرخه كده، يعني عايزه اقول لكم اقسم بالله طعم الفراخ البيضه اللي احنا بنربيها على الخلطات والاعشاب بيكون طعمها اقسم بالله احسن من الفراخ البلدي. تقولوا لي ليه؟ اقول لكم ما اعرفش، بسوي الفرخه البلدي والفرخه البيضه طعم الفرخه البيضه فعلا بيكون احسن. حتى شوربه الفراخ البيضه طعمها حلو، لان الفراخ متربيه عندنا على اعشاب وحاجات كلها طبيعيه. لكن مش تروحي تجيبي من عند البيطري حاجات تانية خالص وتقولي لي طعم الفراخ مش مسكر، طعم الفراخ مش حلو، طعم الفراخ البيضة وحش، الفراخ البلدي احسن. لا، اعملي الحاجات اللي احنا بنقول عليها من عمر 7 ايام وانتي هتلاقي طعم فراخ تاني خالص. انا هنا مجوعة الفراخ دلوقتي يعني ساعتين. انا ببدأ اجوع حبايبي من اول، يعني بعد ال10 ايام بجوع نص ساعة. تمام. بعد ال15 يوم بنجوع ساعة. بعد ال20 يوم كل يوم الصبح بجوع ساعتين. اهم حاجة فترة التجويع، جوعي هتلاقي الفراخ كده اول ما تحطي الاكل والمية بتهجم على الاكل وتهجم على المية. والبهارات اهم حاجة، ما تنسوش البهارات. هننزل بقى كمية العلف اللي الفراخ بتاعتنا بتاكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت دي كمية العلف اللي الفراخ بتفطر بيها. تمام. يعني بتقعد قدامهم مش اكتر من 6 ساعات. ننزل بقى الخلطة زي ما انتوا شايفين اهيت. بعد كده بقى نبسسهم مع بعض كويس.
طيب بالليل يا هندي بننزل ايه؟ بننزل لهم بهارات وبنحط لهم عليها خميره. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بترفع الوزن جدا. تمام. ومعاها كده معلقه عسل اسود عشان خاطر العلب بتاعنا يقفش عشان خاطر الوصفه بتاعتنا تقفش كده في العلف. العسل مع الخميره مع البهارات، لما بتحطي معلقه العسل بتخلي كده العلف ايه، يعني العسل بيخلي العلف يبقى متغلف بالبهارات وبالخميره. تمام. بصوا اهم حاجه العلف يكون مفرفر كده زي ما انتوا شايفين. مش تحطيه عجينه، لا ما تحطيش عجينه للفراخ. تمام. عشان ما يوقفش كده في العلافه بقى وعايز اللي كل شويه يهز العلافه، لا خالص. حاولي كده ان انتي تخلي العلف مفرفر بالشكل ده. نمسح كمان الطبق لان طبعا كل ده بنجر. البنجر حلو جدا، بيخلي الفراخ وشها كده بيطشطش حمار. تعالوا بقى ننزل لهم الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهو، لان الفراخ احنا مجوعينها. تمام. هتنزل على الاكل كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا سقايه الميه انا غسلاها طبعا كويس. تمام. وننزل بالمشروب بتاعنا. هنزل بقد ايه كده بقى من العصير اللي احنا عاملينه. بصوا اهو، هنزل بكوبايه. السقايه بتاعتي بتاخد 6 لتر ميه. كوبايه كبيره اهي. نغطي بقى السقايه وننزل لهم بالميه. الفراخ احنا مجوعينها ومعطشينها زي ما انتوا شايفين كده، نزلوا على الميه وعلى الاكل ما شاء الله. حطينا الميه وحطينا الاكل وزي ما انتوا شايفين كده الفراخ نزلت على الميه والاكل. تمام. اهم حاجه نجوع الفراخ كل يوم ساعتين. انا حطيت لهم الاكل على طول كده وما حطيتش عليه فول، فانا ان شاء الله باذن الله بالليل هحط لهم عليه الفول. حط قد ايه يعني؟ على ال3 كيلو بحط لهم 300 جرام من الفول. تمام. ال3 كيلو 300 جرام. الكيلو ونص بتحطي 150 جرام فول. تمام. الفول لما تغلفيه كده مع الخلطه مش هيبان خالص. وفي الاول عايزه اقول لكم هياكلوه، يعني مش هيستغربوه خالص، لا هياكلوه. لان انت كده كده هو متغلف مع العلف مع الخلطه اللي احنا عاملينها والبنجر والكلام ده. هتلاقيهم يعني مش هيشوفوا الفول، هيضيعوا خالص مع اللهم صل على سيدنا محمد، هيضيعوا خالص كده يعني مع العلفه بتاعتهم. فمش هيستغربوا الفول خالص وياكلوه. انا كنت فاكره ان انا احطه مع اللهم صل على سيدنا محمد، كنت فاكره ان انا احطه، بس انا بصراحه وانا بصور نسيت خالص ان انا احطه. بصوا اهو الفول ده، الفول الحلو اهو، انا قلت اوريه لكم. فباذن الرحمن ان شاء الله باذن الله هنزل منه بالليل. هنزل، هما بياكلوا 3 كيلو بالليل، فانا هنزل لهم على 3 كيلو هنزل لهم 300 جرام. لكل كيلو حط عليه 100 جرام. هيوصل الفراخ معاكي لاعلى وزن. انا مجربه التربيه اللي فاتت وقلت بقى ايه ان شاء الله باذن الرحمن نجرب معاهم بقى التربيه اللي جايه، عشان خاطر نقول طبعا لكل متابعيني وكل حبايبي، وانتوا عارفين ان انا ما بخبيش عليكم اي حاجه. تمام. فهو ده حته الفول للناس اللي ما تعرفوش. تمام. وده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون بسيط ويكون خفيف على قلوبكم وينال اعجابكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.